تعالي بقى اما اقولك على سر قرمشة البطاطس اللي المطاعم مش بتقوله. سر بسيط وسهل، بس هطلع منك البطاطس ولا اجدعها محل. انت هنا هتجيبي معايا بطاطس على قد افراد اسرتك. هتخرطيها معايا، مش لازم قطعه. انت هتقطعي البطاطس وتحطيها فوق بعضها وتخرطيها نفس المقاس. تخرطي البطاطس معايا نفس المقاس، نفس ما كل بطاطسايه تكون حجمها زي اللي قبلها. انت بتخلصي الكميه، وبعد ما بتخرطي البطاطس بتشطفيها عادي جدا. وبعد كده بقى انت هتجيبي بوله فيها ميه ساقعه، هتحطي معايا هنا البطاطس فيها وتسيبيها منقوعه ربع ساعه، نص ساعه، مستعجله قوي 10 دقايق. تحطي فيها ملح وتحطي فيها معلقه خل، ملح وخل في البوله دي، وتسيبي البطاطس تركنيها. وتحطي هنا طاسه على النار تحطي فيها الزيت بتاعك وتسيبيه بقى لما يغلي معايا. وفي الناحيه التانية بقى هقول لكم تعملوا ايه، وده سر من اسرار البطاطس انها تطلع مقرمشه معاكي. هجيبي بقى هنا معايا بعد ما خلاص تقدحي الزيت، انت هنا معايا بقى فوطه تحطي فيها البطاطس بعد ما اتنقعت. تنشفي بقى البطاطس كويس جدا، ما تخليش فيها نقطه ميه. ده سر من اسرار ان البطاطس تطلع معاكي مقرمشه وناشفه وتفضل محافظة على قرمشتها. انت بتنشفي هنا البطاطس كويس جدا، وبعد ما بتنشفيها خلاص. ده برضو سر تاني، بتحطي معلقة نشا في الزيت، وممكن تضيفي النشا على البطاطس مباشرة، سواء كده او كده هي مش هتفرق. بتضيفي بقى معايا هنا البطاطس بعد ما الزيت طبعا غلي جامد، لازم يكون الزيت سخن جدا. بصوا بقى في سر كمان تخلي البطاطس تطلع معاكم مقرمشه جدا. وطوا للبطاطس، وطولها. طبعا انت بتجيبي بطاطس تحمير، بتوطي للبطاطس، بتوطلها وبعد كده بتعللها. بعد 5 دقايق كده بتعللها، وطبعا ما بتجيش جنبها. بعد ال5 دقايق دول موطيه وبعد كده بتعلي، تقلبي بقى البطاطس تاخد لون معاكم وقرمشه. طبعا انتوا سمعتوا صوت القرمشه في البدايه، تسمعوا بقى صوت القرمشه بتاعت البطاطس. تسمعوا كده بس بقى كده. انت بتخرجي البطاطس بتحطيها في بوله، تضيفي عليها توابل بطاطس، وصدقيني هي مش مكلفه وسهله، تنفع فطار تنفع عشاء. سرها بسيط جدا، تطلع معاكي بطاطس يعني مقرمشه كده زي ما انتي سامعه، والموضوع سهل وبسيط. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش بقى حطوا لايك واشتركوا في القناة